فخر قال لإيهاب الحقيقة في وشه، لكن الحقيقة الأكبر محدش قالها. تعال أخدك في ديجافو. لما فخر دخل لإيهاب وقال له اشمعنى أنا، ليه كارهني، ليه اخترت آسر، أنت رافضني، وبعد كده قعد يقول له ليه أنا ليه ما باخدش راتب زيك لحد آخر الكلام. لكن اللي استوقفتني جملة أنت عايز تبقى زينا. الواقع فخر واللي زي فخر مش هيوصل لشركة من الصف الأول في الدعاية والإعلان أو الصف الأول في أي مجال فيه كمصر، وهو فلاح وما يعرفش علاقاته ومكانته الاجتماعية ولا الكلام ده. باشا هو الشغل مش بالكفاءة، الشغل بالوسايط، الشغل بالمعارف، الشغل بالدايرة المغلقة. بتوع ايجيبت عارفين نفسهم. حتى خد بصك، هو ايهاب مش غلط ولا فخر غلط، هي القصة كلها ايهاب طلع لقى ابوه صاحب شركة والراجل بقى مدير الشركة وصاحب الشركة، عادي قشطة. بالنسبة لفخر الراجل مكافح وطموح والكلام ده كله برضه، فبرضه عادي الفكرة. هي القصة كلها ان في العلاقات بين الفئة ديت علاقات بيزنس بحت. انا ممكن اشغل ابن صاحبي عشان خاطر في علاقة حاجة تانية بيني وبينه، شغل تاني، بنفتح لبعض شغل تاني وبزنس تاني. عندهم البيزنس في كل حاجة، مفيش قصة المشاعر والكلام الفاضي بتاعنا دوت إلا من رحم ربي. واحدة زي تارا، شركات باباها والفلل والعربيات والقصص دي كلها هتعجب بواحد زي فخر. اللي بقى يعني الفانتازيا الكبيرة بقى انه سعادته في سنتين براتب ال20,000 اللي كان بياخده ده ولا اللي كان بيحلم ياخده، بقى عنده عربية رانج روفر وعنده بيت اللي هو الشقة اللي اشتراها دي كلها. كل الكلام ده كله في سنتين. سعادتك مفيش الكلام ده. يعني اللي بيحصل دوت من طبيعه حتى الفيديوهات اللي يعني اللي متابع احمد رمزي في التيك توك برضه عارف ان الراجل دوت بيعمل حاجات فانتازيا كده، شغل فانتازيا. هو ده فعلا دي الفانتازيا اللي بتخرجنا من الواقع اللي احنا عايشينه. بس مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان انت مبقاش عندك طموح ان انت تشتغل وان انت مكافح. لا يا باشا، خليك كل الكلام ده كله، بس خليك فاهم الناس دي بتفكر ازاي. الدايره دي مغلقه من الاول، ما بتدخلهاش بكفاءه، بتدخلها بمال، تدخلها بعلاقات، او الاتنين مع بعض. فالمسلسل جايب حد من بره الدايره دي عشان خاطر يبين للناس ان الدايره دي موجوده. وفي حاجة تانية المسلسل مش بيقولها صح، الناس دي مش بتكره فخر ولا بتحب فخر. الناس دي عندها علاقة واحدة بس مع فخر، هي البيزنس. في فايدة من فخر قشطة هيتحمله، مفيش فايدة هيقول يا فخر زي ما عملوا كده مع ألف سلامة باي باي. وعلى فكرة النظام ده موجود في كل مكان، مش عندنا احنا بس، يعني موجود عندك مثلا في أمريكا مسمينه اولد بويز نتورك، وفي اليابان بيسموه كيريتسو، مجموعة شركات مترابطة بالمصاهرة وحاجات زي كده.